السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأحبته وأصحابه ومن والاه. مساء الفل عليكم. اسمعوا الفيديو ده لآخره، في كوارث، في بلاوي. اللي ما اشتركش عندنا يا ريت يشرفنا باشتراكه على راسنا. فعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. الدعم للفيديو إن أمكن يبقى كتر خيرك. في تشكرات او شكرا في الفيديو لو حابب تساعدنا يبقى كتر خيرك. تعليقك الجميل واللايك ما ننساوش يبقى كتر خيرك. وتعالوا نشوف الكوارث. في لقاء مع اخونا عبد الرحمن مذيع مصر مع محامي مروة مبارك. المحامي كشف بلاوي، قال ان في تحرش بمروة من نزيلات في السجن قبل الجلسة الاولى، وقال إن كل كلمة قالتها مروة بتظهر على حقيقتها، وقال إن في محامي مدعي بيروح يقول عندي وعندي وعندي، وطبعا عامل صفحة على التيك توك المحامي ده، وعامل صفحة فيس. وما أكثر المحامين اللي بيتسلقوا زي النباتات المتسلقة في القضايا اللي زي دي عشان يلمعوا اسمهم، لأن القضايا دي اللي بتلمعهم. تمام. قال في محامي قال على لسان مروة كلام ما حصلش منها، وإن هي بتستنجد بيه، والكلام ده ما حصلش من مروة. تمام. المحامي مجرد إنه عايز يلمع اسمه ما علينا. في قضية التحرش بمروة من السجينات جوه فحتى أخونا عبد الرحمن بيسأله هل ده مقصود؟ قال له كل شيء وارد. قدموا بلاغ للمحامي العام في اسكندرية عشان قصة مروة، فلم يكن فيه هناك استجابة. قدموا بلاغ لمعالي المستشار النائب العام برضو، لحد ما قال لك ان المحامي طه الزقلاوي طلع في احد البرامج وقال ما خلاص احنا سلكنا الطرق الشرعية لتهديد مروة داخل السجن، محدش استجاب. قال لك طلع المحامي ماشي وظبط الكلام يعني. ذكر المحامي برضو لما المذيع بيسأله ايه دلائلك في القصة، قال له احنا الجلسة الجاية عندنا مفاجآت كتير هنقدمها. قال له يا استاذ عبد الرحمن، طيب هو الوقائع اللي حكيتها مروة في غسيل الاموال كلها طلعت صح، ان في شبكة غسيل اموال، وقالت على تجارة الاعضاء وهتطلع صح. قال له ليه المجموعة دي بالذات، سلمى الرحالة، وفاء عامر، أم ساجدة، أم مكة، الأشكال دي، ده ليلى الشبح، ليه لما بيزوروا حد الحد ده بيختفي؟ وده اللي قلناه كتير، إن الناس دي لما بتروح لحد مريض، المريض ده بيختفي بقدرة قادر إلى جوار الرحمن. دينا مراجيح، إبراهيم الطوخي، مين تاني، شيكا، ابراهيم شيكا رحمة الله عليه. تمام. وكان في حلقة جاية واحد خليجي نازل بيحكي عن ابراهيم الطوخي، انه هو حكى معاه في فتح عيادة للغسيل الكلوي في مصر، وبعدها بيومين ابراهيم الطوخي مات. تمام. وهفكركم بحاجة تانية في عالم اليوتيوب. كان في قصة غريبة كده دارت من حوالي 3-4 شهور، ان في واحدة ثرية من امريكا عايزة تفتح، حتى كان في قناة يوتيوب معانا اخ لينا مسكين، قالت له انا عايز افتح مستشفى للمفاصل والاعضاء في مصر. اتضح ان بنت الحاج تبعهم بقى، يبقى دي ليلة مقصودة. تمام. بيساعد فيها يوتيوبرز مصريين، وبيساعد فيها بلوجرز مصريين. تمام. يبقى كده بيشدوا الناس الى الهاوية. دينا مراجيح بعد لقائها لما قالت لها هنقولك نقلة تانية خالص، فعلا اتنقلت دينا مراجيح. ابراهيم شيك الله يرحمه اتنقل الى جوار مولاه. برضه محمد كشري اللي لحد الان ما ظهرش، ما نعرفش عنه حاجة. تمام. قتل سعد الصغير لطفلته 7 شهور في حية في بطن امها. ابراهيم الطوخ الله يرحمه. في ايه
دول سفراء للموت بقى. وسيم يوسف اللي نزل لعب لعبته، هبة الترك اللي اختفت، ماشي. هو في ايه بأمانة؟ يعني لما تتلم هبة التركي على وفاء عامر، على دينا مراجيح، على سلمى الرحالة، على سلمى الرحالة فلسطينية تمام ومعاها جنسية مصرية، زي اللي احنا بنقول عليه من شهور الأقذار اللي وسخوا بلدنا تمام. التجارة الرخيصة دي، التجارة الوضيعة دي اللي أذت بلدنا، ومعروف العدو الأساسي بتاعنا مين؟ آل صهيون الذين يحملون الهوية العربية، آل صهيون الحاملين للهوية العربية. لما ندور ورا الليلة دي كلها ورا غسيل الأموال والأعضاء، هنلاقي عمر قشير الإسرائيلي اللي يحمل جنسية جرينادا، وجرينادا تعتبر قطعة من إسرائيل. أحمد وهبة صاحب الفرن اللي هربان من مصر، ونلاقي سوزي، والليلة دي كلها بيطلعوا دايما الإمارات. إذا المقر الرئيسي هناك، صح كده؟ عايزين نعرف بقى مصير مروة إيه؟ مروة كشفت كوارث، حياة مروة في خطر، ربنا يحميها ويحافظ عليها. واحنا بنقول هنا مروة في ايد الرئيس، مروة في حمى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تمام. مروة كشفت تاريخ اسود في البلد، مروة كشفت عصابات في البلد. تابعوني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.